أحمد التونسي من إيطاليا عندنا. السلام عليكم. الو السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. والله إني حبيت يعني أعلق بحكم يعني جماعة قناة العدل هذه يعني طلعوا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسر. نعم. يعني فيما تقول في الآية الكريمة اللي يقول فيها ربي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحبه شكون هذا؟ سيدنا أبو بكر. طيب كيفاش أنتم قناة العترة لا إله إلا الله فيها شيوخ باين قاعدين تسبوا في أبو بكر صحابي جليل كما أبو بكر. نعم. انتهى سؤالك أخي الكريم؟ طيب سوف نجيبك على هذا السؤال إن شاء الله. سيدنا إنسان كريم وصحابي من أول المسلم. نعم. طيب أحمد التونسي شيخنا من إيطاليا يسأل حول موضوع هذه الآية ثاني اثنين إذ هما بالغار عفوا. فيقول هذا ثاني اثنين هو أبو بكر، فلماذا أنتم تشتموه؟ لأن الآية نفسها شتمته إنجاز التعبير، فإن تتمتها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وحرمان أبي بكر يعني الله لم يقل فأنزل الله سكينته عليهما، يعني حرم أبا بكر من السكينة، ولا يكون حرمانه من السكينة إلا كاشفا عن عدم استحقاقه لها، ولا يكون عدم استحقاقه لها إلا كاشفا عن كونه غير مؤمن وإنما منافق، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى في محكم كتابه يقول ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فلو كان أبو بكر مؤمنا لوجب أن تشمله السكينة، وإذ حرم منها فإنه حينئذ لا يكون مؤمنا. عرفنا بهذه الآية الكريمة أن أبا بكر ليس بمؤمن. مشكلة عوام المسلمين اليوم أنهم لا يتدبرون في القرآن، يعني يظنون لمجرد أنه أبو بكر ذكر كعدد ثاني اثنين مجرد عدد، هو صحيح كان مع النبي صلى الله عليه وآله في هجرته، صاحبه في هجرته، لكن من قال لك أن كل من يصاحب النبي في مسار ما يكون مؤمنا؟ المنافقون أيضا كانوا يصاحبون النبي صلى الله عليه وآله في غزواته، ومعلوم هذا بالضرورة أصلا، حتى كانوا يبايعونه أيضا، بايعه منافقون في العقبة، وبايعه منافقون في الحديبية، وبايعه منافقون في الغدير، وكانوا يصاحبونه ويسيرون معه ويروحون ويأتون ويسافرون معه في الغزوات والحروب وغير ذلك. ليس كل من صاحب النبي صلى الله عليه وآله يكون مؤمنا، لا، لأنه كما نجد في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من مضمون الحديث الشريف ما من نبي يبعث، يعني ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه. كل نبي بمن فيهم نبينا صلى الله عليه وآله له بطانتان، يعني له أصحاب، هاي البطانة المقربون منه، أصحاب مؤمنون أهل خير وأصحاب أشرار يحثونه على الشر. أبو بكر واحد من هؤلاء. كيف نستدل بهذا؟ بالقرآن الحكيم. كيف نعرف أنه كان من البطانة الشر هذه؟ نقول هي نفسها الآية ذكرت أنه محروم من السكينة، حرمانه من السكينة معناه أنه ليس مؤمنا، هذا بحد ذاته كاف في إسقاطه. هذه الآية أصلا خلاف ما يتوهمه الجهلة أنها مدح لأبي بكر، هذه في واقع الحال ذم لأبي بكر، هذه بذاتها تكفينا. فكيف لو كانت الأدلة الشرعية من الأحاديث والتاريخ وأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام قاطعة في أن هذه الشخصية شخصية منافقة وشريرة، حينئذ لا يبقى للمسلم إلا أن يسلم بأن هذه الشخصية شخصية مذمومة.
نعم. طبعا أيضا هذا السؤال قد أجيب عليه أكثر من مرة من قبل سماحة الشيخ الحبيب. بإمكانكم مراجعة موقع القطرة، وأيضا أنا كتبت الآن على اليوتيوب ياسر حبيب آية الغار، فطلع لي أكثر من مقطع فيديو يجيب على هذا التساؤل. أرجو من السادة المشاهدين الكرام حينما يطرحوا إشكالا أرجو أن يكون غير مكرر كي لا نأخذ من وقت البرنامج ولا نأخذ من وقت سماحة الشيخ. بإمكانكم إيجاد الأجوبة على هذه الأسئلة التي تطرحونها التي يعني طرحت أكثر من مرة على الصفحات على مواقع البحث الاجتماعي البحث الموجودة، وأيضا على موقع القطرة.